ممكن يعمل موت والحالة مفاجئ. النفسية والضغوطات. الحالة النفسية ممكن، بس مش أكيد. يعني برضو في نقطة، هو الزعل بيبقى فيه هو بيزود احتمالية الضغط، بيزود احتمالية السكر، أو بيزود مرض السكر، وبيرفع السكر، وبيرفع الضغط، بيزود ضربات القلب. ممكن لو خبر مفاجئ حزين او كده القلب يتوقف. ايوه، اللي هو لما يعمل حث شديد للعصب الحائر ممكن القلب يتوقف. العصب الحائر. يقول لك انا سمعت خبر، تمام. واحده سمعت خبر وحش، وقعت من طولها، تمام. طبت من طولها زي ما بيقولوا. تمام. ففي كل دي اسباب من نتيجه الزعل او نتيجه الحزن الشديد. الحزن الشديد طبعا في اللي ما بننساهوش دايما، اللي هو متلازمه القلب المنكسر. تاكاتسوبو سندروم، للعلم تاكاتسوبو تاكاتسوبو سندروم سندروم دي، الياباني. وهي دي مش كتيره، بس هي الناس بتحب تسمعها عشان يعني تعرف ايه ازاي ده معقول القلب بينكسر زي ما بيقولوا فعلا وكده. القلب بينكسر، وبيثبت ذلك عن طريق الاشعاعات، عن طريق الايكو، عن طريق القسطره. وعضله القلب كفاءتها بتقل، وبيحصل اعراض كامله لضعف عضله القلب. وممكن بعد فتره من العلاج والوقت يعدي شويه بيبدا الزعل ده يروح، والقلب يرجع تاني سليم كما وكأن شيئا لم يحدث. يعني الزعل بيزود الأزمات القلبية. أيوة، الزعل من عوامل الخطورة لحدوث الذبحة، لحدوث الشريان التاجي. أيوة، الزعل عامل خطير لحدوث أي نوع من ضربات القلب الغير منتظمة أو السريعة، أو اللي ممكن تؤدي إلى فعلا الوفاة إذا لم تعالج بصورة عاجلة ومثالية.